بين مغرب الامس ومغرب اليوم كاين فرق كبير بزاف، هو اللي كيخلينا اليوم رقم صعب في المنطقه. واش عارفين باللي رسميا المغرب توج بطلا لافريقيا لنسخه 2025 وبقرار من الاتحاد الافريقي؟ هذه ماشي غير كره، وانما سياده ونديه واسترجاع حق مشروع كافضل من يلعب كره القدم في هذه القاره. هذا القرار تاريخي واللي توج الاسود بلقب 2025، وهو انصاف للمسار اللي ضربناه. ولكن هذه غير البداية، حنا دابا أبطال إفريقيا، والهدف الجاي هو نواصلوا هذا التألق ونحصدوا نسختي 2027 و 2028 باش نمسحوا كاع إخفاقات الماضي ونبينوا للعالم باللي السيطرة المغربية ولات واقع مفروض. الواقع كيقول باللي حنا تقنيا وتكتيكيا في مستوى آخر، وفاش كيصنفك القانون والقرار القاري، فهذا راه كيعني باللي الهبه ديال المغرب رجعات. الاستمراريه هي الساروت بطبيعه الحال، واللقب اللي خداه المغرب دابا بقرار الكاف فراه خصنا نزكيو فوق التيران في النسخ الجايه. خاصنا نكونوا الغول ديال القاره اللي كيحصد كاع الالقاب الممكنه. تدارك الاخفاقات ما بقاش مجرد حلم ولا خطه عمل، حنا دابا ابطال وعندنا احسن بنيه تحتيه واحسن مراكز تكوين، واهم حاجه عندنا النيه والعمل الاحترافي. الجمهور المغربي اليوم فخور ببلادو اللي ولات كتاخذ حقها بيديها وبقوه ملفاتها وقوه الحضور ديالها في المحافل الدوليه. المغرب اليوم كيرسم راسو كقوه عظمى كرويا، وهذا التتويج بكاس افريقيا 2025 هو مجرد محطه. ما بقاش كيهمنا شكون غينافسنا، حيت الهدف هو الثلاثيه التاريخيه اللي هي 2025 و27 و28. هذه هي النديه والسياده اللي كنهضروا عليها. في الختام، ومن بعد ما ولينا ابطال افريقيا 2025 رسميا بهذا القرار، واش كتشوفوا بلي المنتخب قادر انه يحقق تريبل ويجيب لنا حتى 27 و28؟ خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنسوش القاعده الثلاثيه جيم وكومونتير وبارطاج باش الفيديو ينتشر على اوسع نطاق. وتحياتي للجميع.